نرجع بقى للمحشي. لا لا لا، محشي ايه ده، بس خلينا في موضوعنا الاول بتاع الفيب. تمام. يا مساء الفل عليكم، معاكم الدولي. النهارده مش جاي اعمل لك ريفيو، النهارده جايين نعمل حوار نقاشي بيننا وبينكو وبين شات جي بي تي. احنا هنسال شات جي بي تي اسئله وهو اللي هيرد علينا. فمين متحمس؟ مين عنده سؤال شايف مثلا احنا ممكن نساله لشات جي بي تي ونصعبها عليه؟ فلو عندك سؤال وحابب ان انت تساله وتعرف الاجابه من شات جي بي تي ونسجله في الحلقه الجايه، فما تنساش تكتبه في الكومنتات هنا. ولا اقول لك خد فكره عن نوع الاسئله اللي احنا هنسالها عشان تعرف تسال اسئله عامله ازاي، او اسئله صايعه لدرجه ايه. احنا مبدئيا بس هنركب مايك كده للتليفون التاني وهنشغل شات جي بي تي مع بعض. اولا ممكن نتكلم باللهجه المصريه مع بعض؟ طبعا، يلا نتكلم بالمصري. ايه اللي في بالك؟ يا مساء الفل عليك يا شات جي بي تي. يا اهلا بيك، ازيك؟ حضرتك ضيف شرف معانا النهارده في حلقه بنسجلها على يوتيوب، وهنسالك شويه اسئله وحضرتك هترد علينا. هل عندك اي مشكله؟ مفيش اي مشكلة، جاهز للاسئلة، خليها تيجي. ايه هي نسبه النيكوتين في السيجاره الواحده؟ النيكوتين هو مادة موجودة في السجاير كده بتأدي لإدمانها. هو بيشتغل على مستقبلات معينة في المخ وبيخليك تحس بالراحة أو المتعة، وده اللي بيخلي الإقلاع عنه صعب شوية. تمام. طب كام ملي ليكويد في الفيب يعادل سيجاره واحده؟ الموضوع بيعتمد على نوع السيجارة الإلكترونية وتركيز النيكوتين في السائل، بس بشكل عام السيجارة الواحدة ممكن تتراوح من 1 ل 2 مليلتر من السائل الإلكتروني اللي فيه نيكوتين. طبعا ده تقريبي ومش دقيق جدا. عندي سؤال تاني، عايز اعرف منك ايه اغرب الاسئله اللي انت اتسالت عنها في مجال الفيب؟ في شوية أسئلة غريبة فعلا، زي ممكن أستخدم العصير بتاع الفاكهة في الفيب؟ أو إيه اللي هيحصل لو ضفت شوية من السائل الإلكتروني في القهوة بتاعتي؟ أسئلة زي دي بتكون مستغرمة شوية. هل في اسئله تانية غريبه جاتلك؟ في مرة حد سألني لو ينفع يستخدم الفيب لتدخين الشاي بدل السائل الإلكتروني، وكمان حد تاني كان عايز يعرف إذا كان في سائل إلكتروني بنكهة المحشي. الأسئلة دي فعلا غريبة. المحشي؟ احنا وصلنا للمحشي؟ أيوة، المحشي كمان. شكل حب الناس للأكل مش سايب مجال إلا بيوصله، تحس إنهم عاوزين المحشي في كل حتة. طب سيبك من اغرب اسئله، خلينا نخش في عمق الموضوع. كنت عايز اعرف منك ايه الفرق بين البود والبود مود والمود والتانك والميكانيكال؟ طبعا نوضح الموضوع ده. أول حاجة، البود هو جهاز فيب صغير وبسيط بيستخدم بودات فيها السائل الإلكتروني. البودات دي قابلة للاستبدال أو إعادة التعبئة. أما البود مود فهو بيجمع بين سهولة استخدام البود وقوة وتخصيص المود، بيديك مرونة في التحكم والخيارات أكتر. المود هو جهاز أكبر وبيشتغل ببطاريات قابلة للشحن، بيكون فيه تحكم أكتر في القوة والإعدادات. التانك هو الجزء اللي بيتحط فيه السائل الإلكتروني، بيكون فيه ملف تسخين وفتحات للهواء علشان ينكه السائل. أخيرا الميكانيكال مود هو جهاز بدون أي إلكترونيات، بيشتغل مباشرة من البطارية لملف التسخين، محتاج خبرة شوية لاستخدامه بأمان. دي نبذة مختصرة عن كل نوع. نرجع بقى للمحشي. لا لا لا، محشي ايه ده، بس خلينا في موضوعنا الاول بتاع الفيب. تمام، اتفضل. ايه تاني حابب تعرفه عن الفيب أو أجهزة التدخين الإلكترونية؟ ايه افضل فيب دي ال؟ انا طبعا عارف معلوماتك قديمه شويه، وان انت الاجهزه الجديده لسه ما نزلتش تقريبا عندك. فانا عايز اعرف منك ايه افضل فيب دي ال؟ بالظبط، معلوماتي هتكون لحد أكتوبر 2023. فلو هنتكلم عن أجهزة كانت معروفة وقتها، في براندات كويسة زي فيبريسو وسموك وجيك فيب. كل واحد ليه مميزاته على حسب انت عايز ايه في الجهاز، زي عمر البطارية وقوة التانك، بس الأفضل دايما بيختلف من شخص للتاني. تمام. طب ايه افضل فيب ام تي ال؟ بالنسبة لأجهزة ال MTL اللي هي اختصار Mouth to Lung، كان تمام. في كام موديل مميز لحد معرفتي في أكتوبر 2023. من تمام. ضمنهم إنوكين زينف، وفابوريسو GTX 1،
وجيك فيب ايدجز بوست. الأجهزة دي كانت معروفة بأدائها العالي وابتدي تجربة MTL ممتازة. لو عايز حاجة مميزة لل MTL الأجهزة دي تعتبر اختيارات كويسة. تمام. طب دلوقتي انا عندي سؤال تاني مختلف تماما، ايه هو الفرق بين تنكات الفيب؟ الفرق بين تنكات الفيب بيكون في كذا حاجة. أولا السعة، في تنكات صغير بتشيل كمية قليلة من السائل، وفي تنكات كبيرة بتشيل أكتر فبتحتاج تعبئة أقل. ثانيا نوع الكويل، في تنكات قابل للاستبدال، وفي تنكات بتستخدم كوايل قابلة لإعادة البناء. ثالثا في تنكات بتديك تحكم في كمية الهواء اللي بتدخل، وده بيأثر على كمية البخار والطعم. يا ابن رابعا اللعيبه التصميم، كمان. في تنكات بتتفح من فوق للتعبئة، وفي اللي بتتفك من تحت، وفي أشكال وتصاميم مختلفة على حسب الذوق. دي كانت شوية فروق بين تنكات الفيب. ايه اساميهم بقى؟ بالنسبة للأسامي، تنكات صغيرة السعة زي ويل كاليبرن بوت، تنكات كبيرة السعة زي سموك TF V16، تنكات بكوايل قابلة للاستبدال زي فابوريسو NRG، تنكات بكوايل قابلة لإعادة البناء زي جيج فيب زيوس RTA، تنكات مع تحكم في تدفق الهواء زي هورايزون فالكون، تنكات بتصميم علوي للتعبئة. دي شوية أمثلة لأسامي تنكات الفيب حسب الأنواع المختلفة. ايه هي انواع المقاومات في الفيب؟ في كذا نوع من انا صعب المقاومات في عليه. الفيب. أولا في مقاومات عادية بتستخدم في التنكات التقليدية، دي بتبقى في صورة أسلاك ملفوفة زي كانثل أو ستانلس ستيل. ثانيا في مقاومات مش اللي بقت مشهورة جدا دلوقتي، بتكون من شبكة معدنية وبتوفر سطح أكبر للتسخين فبتدي نكهة أقوى وبخار أكتر. ثالثا في مقاومات قابلة لإعادة البناء، ودي بتديك مرونة إنك تصمم المقاومة بنفسك، مناسبة للناس اللي عايزين تجربة مخصصة أكتر. دي الأنواع الأساسية لمقاومات الفيب. طب ايه هي افضل مقاومات الفيب؟ بالنسبة لأفضل أنواع المقاومات في الفيب، تمام. الموضوع بيعتمد على أنت بتدور على إيه. أولا لو بتدور على نكهة مركزة وبخار كثيف، مقاومات المش زي فابوريسو GT مش أو جيج فيب سوبر مش تعتبر من أفضل الخيارات. تمام. 2 لو بتفضل المرونة وتخصيص التجربة، مقاومات قابلة لإعادة البناء زي كويل آرت هاند ميد كويلز بتديك الفرصة في تصميم ملفك الخاص. لو عايز حاجة سهلة ومتوفرة، المقاومات العادية زي سموك TFP كويلز تعتبر خيار شائع. اختيار الأفضل بيرجع لاحتياجاتك وتفضيلاتك في التجربة. تمام. ده سؤال تاني يخص الموضوع دوت، احنا عايز اعرف منك افضل انواع القطن للفيب. بالنسبة لأفضل أنواع انا القطن للفيب، بصعبها عليه. في شوية أنواع مشهورة بين محبي الفيب. كوتون بيكون، النوع ده مشهور جدا وبيجي في صورة شرائح جاهزة للاستخدام وبيوفر امتصاص ممتاز. ثانيا كندو فيب كوتون، معروف بأنه نقي وقادر على تحمل الحرارة العالية، وبيتوفر بطريقتين الخام والجاهز. 3 جابانيز أورجانيك كوتون، ده بيجي في صورة شرايح وبدون أي مواد كيميائية. 4 موجي كوتون، زي القطن الياباني، بيجي في صورة شرايح وبيستخدم على نطاق واسع. اختيار الأفضل بيعتمد على تفضيلاتك الشخصية وتجربتك مع كل نوع. تمام. طب كام عدد البفات اللي تخلي الواحد عنده تشبع من النيكوتين المفروض مستخدم الفيب يستخدمها؟ العدد اللي بيخلي الشخص يشعر بالتشبع من النيكوتين بيعتمد على عوامل زي تركيز النيكوتين في السائل المستخدم، ونوع الجهاز، ومدى استهلاكك اليومي للنيكوتين. لو بتستخدم فيب منخفض من النيكوتين، ممكن تحتاج تسحب أكتر عشان توصل لنفس التأثير اللي بتاخده من سيجارة تقليدية. العكس صحيح لو التركيز عالي. بشكل عام الفيب يعتبر أقل ضررا من السجاير التقليدية، لكن الأفضل توازن استهلاكك للنيكوتين. دياتي كده بشكل عام المبدأ المناسب. انت جبت المعلومات دي كلها منين؟ ده انا في ناس قديمة جدا في الفيب ما عندهاش المعلومات بالتفصيل اللي انت بتقوله ده. أنا مبرمج باطلاع واسع على معلومات من مصادر متنوعة زي المقالات العلمية
والمواقع الموثوقة في مجال الفيب. بالمناسبة المعلومات بتتحدث بشكل مستمر، وده اللي بيخلي التوعية بالمجال مهمة علشان الناس تقدر تاخد قرارات أفضل. سؤال مختلف عن الموضوع ده شوية، مواعيد معارض الفيب في العالم بتكون امتى؟ أنا معلوماتي هتكون لحد أكتوبر 2023، تمام. فمش هقدر أحدد مواعيد معينة بعد التاريخ ده. معارض الفيب بتكون غالبا سنوية، وبتحصل في مدن مختلفة حول العالم، زي فيب اكسبو في المملكة المتحدة وفيب اكسبو في فرنسا والولايات المتحدة. عشان تعرف المواعيد الحديثة ممكن تتابع مواقع المعارض الرسمية الخاصة بيهم. تمام. طب وبالنسبة لمعرض دبي حضرتك ما ذكرتوش يعني؟ بالنسبة لمعارض الفيب في دبي، في معرض وورلد فيب شو اللي بيعتبر واحد الفعاليات في المنطقة. بينعقد عادة بشكل سنوي، ومصنعي الفيب وعشاقه من جميع أنحاء العالم. ممكن تتابع موقع المعرض الرسمي أو حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر التحديثات والمواعيد. تمام. طب وبالنسبة لمعارض الفيب في مصر؟ معارض الفيب في مصر بتبقى أقل شيوع شوية مقارنة بدول تانية، وده بسبب القيود على المنتجات المرتبطة بالنيكوتين. بس أحيانا بيحصل معارض صغيرة أو فعاليات بتنظمها مجموعات محلية أو شركات بتشتغل في مجال الفيب. عشان تعرف عن أي معارض أو فعاليات جديدة ممكن تتابع المجتمعات المحلية للفيب على وسائل التواصل الاجتماعي. الله عليك. ايه بقى فوائد حضور معارض الفيب؟ حضور معرض الفيب له عدة فوائد. أولا، التعرف على المنتجات الجديدة. بتشوف أحدث أجهزة الفيب والسوائل الإلكترونية والملحقات، وده بيديك فرصة إنك تجرب الحاجات الجديدة في السوق. اتنين، التواصل مع الشركات المصنعة. ممكن تتكلم مباشرة مع ممثلي الشركات وطرق استخدامها. تلاتة، الاستفادة من العروض. غالبا بيكون في عروض وتخفيضات خاصة بالمعرض، فممكن تشتري منتجات بأسعار أقل. أربعة، التعلم من الورش والجلسات. المعارض عادة بتضم ورش عمل وجلسات نقاش عن مواضيع متعلقة بالفيب، فممكن تتعلم حاجات جديدة. خمسة، الالتقاء بمجتمع الفيب. بتقابل ناس ليهم نفس الاهتمامات، وده بيفتح مجال لتبادل الخبرات والنصائح. دي بعض الفوائد الرئيسية لحضور معارض الفيب. طبعا انا مش عارف هل حد فيكم تخيل ان ممكن شات جي بي تي يكون عنده كميه المعلومات دي كلها. احنا دلوقتي سالناه مثلا شوف كام سؤال، ولسه عندنا جزء تاني بنجمع له اسئله بنتكلم فيها. بص خلي المواضيع اللي جاي ده سيكريت شويه، لان هساله في مواضيع ضخمه، مواضيع بتعمل نوش، وانتوا فاهمين يعني ايه اثاره الجدل. عايز اعرف رايكم في المعلومات اللي شات جي بي تي قالها لنا. ثانيا لو انت عندك اضافه عايز تحطها في الفيديو الجاي بتاع شات جي بي تي برضه هنساله يرد علينا، ما تنساش تكتب سؤالك في الكومنتات هنا. ثالثا عايز اعرف رايك في الفكره بتاعت الفيديو بتاعنا النهارده. ايه رايك؟ هل خطر في بالك ان حد ممكن يقدم فكره زي دي قبل كده؟ فكره ان احنا دخلنا الذكاء الاصطناعي في مجال الفيب، وان احنا نقدر نستفيد منه، ويبقى عندنا مرجعيه سهله نقدر نسالها ونفتح معاها مواضيع للنقاش بشكل اكبر. وبفكرك لو لسه ما عملتش السبسكرايب واللايك هنا فانت فايتك كتير، ولو مش متابع الانستجرام فانت فايتك اكتر. اخوك الدولي يمسي عليكم بيقول لك دمتم صادقين في حبكم، ويا رب افضل عند حسن ظنكم. سلام.